السلام عليكم. إلى العناوين. مصطفى الخصم في ضيافة النيابة العامة إثر اتهامه لعامل الإقليم صفرو بالفساد. قناة سكاي نيوز العربية منحت للمدرب الوطني المغربي الركراكي جائزة أفضل مدرب عربي عالمي في ليلة رمضانية. النيابة العامة تنذر الخصم الكفالة أو الاعتقال. الخصم الملاكم الدولي المغربي. كشف مصطفى الخصم رئيس جماعة أم زار أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو طالب منه أداء كفالة مالية قدرها 50,000 درهم أو أن يتم إخضاعه للإكراه البدني في قضية اتهامه عامل إقليم صفرو بالفساد. واختار مصطفى الخصم حسابه على فيسبوك ليكشف أخيرا مستجدات القضية، معلنا رفضه أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر ب1000 درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره. وأورد الخصم أن المحكمة أمهلته يوما وسيتم تقديمه في حالة صراحة يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤدي الكفالة سيتم اعتقاله. قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اليوم الاثنين أن أسود الأطلس سيفوز بكأس العالم القادم، وخلال ليلة الأساطير وهي الأمسية الرمضانية التي يستضيف فيها سكاي نيوز عربية نخبة من أساطير الرياضة. قال الركراكي: في المرة القادمة سنفوز بكأس العالم إن شاء الله. وأضاف الركراكي الذي منحت له خلال هذه الفعالية جائزة أفضل مدرب عربي عالمي: أشكركم وأعرف مدى دعمكم للمنتخب المغربي في المونديال الأخير. وتابع: سيثبت المغرب للعالم أن هناك فريق إفريقي عربي يستطيع الفوز بكأس العالم، وبثقتكم ودعمكم سنحقق ذلك. وكان منتخب أسود الأطلس قد قدم عروضا رائعة في مونديال قطر 2022 وحل رابعا في البطولة التي أقيمت أواخر العام الماضي.